أغلب الأفلام اللي عن قصة حقيقية خليك واثق إن مش هدفها خالص إن هو يسليك، هو عاوزك تسأل نفسك سؤال: يا ترى كل ده كان ممكن يعدي من غير ما يتكشف؟ وبتبقى الإجابة دايما كان ممكن يعدي لو الكل سكت وخاف وما اتكلمش. النهارده هرشح لك فيلمين من أجرأ أفلام التحقيقات الصحفية وكشف الحقائق والفساد اللي بيحصل جوه المؤسسات والمنظومات وبيحاول يتغطى عليه. اول فيلم معانا هو فيلم شي سيد 2022. الفيلم بيحكي عن صحفيتين واللي بيكون اسمهم ميجان وجودي، واللي بيسعوا ورا كشف حقيقة منتج سينمائي فاسد تم اتهامه بالتحرش بالموظفات وممثلات في هوليود، ولكن بعد كل ده المنتج ده ما اتحكمش، فهم مهمتهم يكشفوا حقيقة المنتج ويثبتوا التهم عليه، وبيعيشك في رحلة طويلة من البحث والمكالمات والتهديدات والضحايا اللي خايفة تتكلم أصلا لغاية ما يوصلوا للحقيقة، ونشوف يا ترى هيعرفوا يحاكموا الراجل ده ولا نفوذه وسلطته هتتغلب عليهم وهينفذ بعملته. تاني فيلم معانا هو فيلم سبوت لايت، وخلونا نتكلم باستفاضة شوية عن فيلم سبوت لايت اللي أنا شخصيا بعتبره واحد من أفضل أفلام التحقيقات الصحفية، ويكاد يكون مرجع لأي حد عاوز يعمل أفلام عن التحقيقات الصحفية. الفيلم باختصار بيتكلم عن فريق اسمه سبوت لايت. الفريق ده بيكون متخصص البحث في جريدة بوسطن جلوب، وبيسعى ورا كشف حقيقة لص متحرش بالأطفال. ولكن الصدمة مش هنا، الصدمة في اللي بيكتشفوه بعد كده اللي بيكون أخطر بكتير من اللي كانوا متخيلينه. كل العناصر الفيلم أبطال، حتى رئيس فريق البحث بياخد تاسك زيه زي باقي الفريق كله. الفيلم إخراجيا هادي جدا، مفيش صدمات سينمائية مرة واحدة، هو بالعكس هو بيديك الصدمات من خلال الأرقام، من خلال التحقيقات اللي بيكتشفوها، من خلال اعترافات الضحايا. الفيلم ده بالذات لازم تصبر عليه وما تزهقش منه في أول ربع ساعة أو أول تلت ساعة منه، لأن ده مش من نوعية أفلام التحقيقات السريعة اللي كل اعتراف بحدث شكل وتصعيد أمور. لا 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 خالص، الفيلم ده بيبين لك شغل الصحافة اللي بجد، الصحفيين اللي بيبقوا متعطشين على معلومة، اللي مفيش وقت عندهم للانبهار ورد الفعل، هو بياخد المعلومة بيتصدم عايز يكمل على اللي بعدها على طول. المكالمات المجهولة، الناس اللي بتتصل بيه في أوقات غريبة وعاوزة تقول له معلومة، واللي بيسعى يقابل ده ويتحرك هنا ويتحرك هنا علشان ربع معلومة، فبيعيشك الرحلة كاملة. هو قاصد انه يحطك جوه الفريق. الفيلم كله او الفيلم معظم المشاهد اللي فيه مشاهد طويله من جوه المكاتب علشان تسمع صوت الورق، صوت المكالمات، الصمت اللي بين الاعترافات. So am I the first survivor you've talked to? Yeah, I feel you. In fact, Cardinal Law initially helped to fund the report. الفيلم تقيل سينمائيا ولكن شبه الوثائقي بشوية، يعني تقدر تقول وثائقي بلمسة سينمائية، وده اللي عجبني فيه بصراحة. وانا من بعد ما شفت الفيلم ده رجع لي شغفي تاني ان انا اتفرج على افلام تحقيقات صحفية وافلام من النوعية دي، والفيلم هيعجبكم جدا وبرشحه بقوة، فاتمنى ان الفيلم يعجبكم. انا كده خلصت، لايك وشير، اشوفكم بخير.